لو نتكلم عن كرتون جيد أعني بجيد أي بدون أجندات غريبة ورسم تحريك ممتازين وقصة خرافية. نحن نتكلم عن الكرتون الصيني مونكي كيد. قبل أن نبدأ نعتذر عن السحبة، بالرغم أنها ليست تلك السحبة الكبيرة، إنها مجرد 4 أسابيع وكل ذلك بسبب جوست إنه كسل كثيرا. لكن المهم، معكم فايرتون ومرحبا في مراجعة مونكي كيد. مونكي كيد وهو مسلسل رسوم متحركة أمريكي صيني دنماركي أسترالي، تأليف سايمون لوكاس، إنتاج استديوهات فلاينج بارك برودكشن والليجو جروب. بدأ عرضه في 7 مايو من عام 2023 على كارتون نتورك العربية في الوطن العربي. المسلسل مستوحى من روايات صينية قديمة. عدد مواسمه 4 مواسم، أما عن حلقاته ف44 حلقة، مدة كل حلقة 11 دقيقة، وحتى الآن لا توجد أي حلقة أخيرة له. أما عن قصة المسلسل، في عصر مليء بالأشرار هناك بطل أسطوري كان يحمي العالم من قوة الشر لمدة طويلة، حتى يقرر التقاعد ويبحث عن مختار مناسب ليصبح ملك القردة الجديد. يا ترى هل سوف يعثر عليه؟ ما إلى اللحظة وجد الشخص المناسب بالفعل، فتى يعمل في توصيل معكرونة يدعى أنكي. اختاره ملك القردة خليفته لمحاربة الشر، وكما يقال مع القوة تأتي المسؤولية، وهل هو أهل لها؟ بالنسبة لي أنا الصراحة لست من معجبي أعمال ليجو، لكن هذه أول مرة أرى فيها كرتون ثنائي الأبعاد من ليجو بعد ليجو فريندز تبا له، وهذا أعجبني. أيضا لم أكن أشاهده كثيرا إلا تلك المرة لما أصدرت الحلقة التجريبية لها على الإنترنت. وأيضا في الصيف صادفته في كرتون نتورك بالعربية، كان أسطوريا. الرسومات والأنيميشن تنسيك أنك تشاهد كرتون من ليجو حتى. والقصة رائعة، والأروع لما عرفت أنها مستوحاة من قصة صينية أسطورية. حقا الكرتون رائع ويستحق المتابعة. وإلى هنا ينتهي مقطعنا لليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة. لم يتبقى الكثير عن 1000، أرجوكم، لم يتبقى الكثير. تعبنا حقا من أجل هذا المحتوى. أتمنى أن نصل إلى هذا الهدف الذي بقيت فيه 5 سنوات لأصل إليه. ولا تنسوا متابعتي على الانستغرام كالعادة. وآسفون على السحبة، فهناك مفاجأة كنت أحضر لها، ستعرفون كل شيء قريبا، ونلتقي في الفيديو القادم.